تحية لكم في مستهل هذه الحلقة الخاصة من برنامج دلتا مصر على شاشة قناة الدلتا الفضائية. ومصر تستضيف حكومة العالم اليوم افتتاحية مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة. والأمم المتحدة هي حكومة العالم التي تشكلت عقب الحرب العالمية الثانية. باختصار شديد، حكومة العالم أو جزء مهم من حكومة العالم يجتمع اليوم بمدينة السلام شرم الشيخ، أول مدينة بتلتزم بالحفاظ على المناخ في منطقة الشرق الأوسط، أو نقدر نقول المدينة الخضراء. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في هذا المؤتمر أكد على ضرورة أن نذهب إلى حيز التنفيذ، لأنه مؤتمر المناخ أو الاتفاقية الإطارية للمناخ التي وقعت تبع الأمم المتحدة بدأت منذ مؤتمر ولقاء ريو دي جانيرو منذ سنوات. واليوم حكمت الظروف الدولية، لا سيما ما شعر به العالم كله من انقطاع سلسلة مهمة من سلاسل الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، شعر العالم كله بالخطر. نقاط كثيرة جدا سنلقي الضوء عليها، لأنه من أحدث اللعب والتلاعب بالمناخ العالمي هي الدول الكبرى أو الدول الصناعية الكبرى، أو الدول التي توسعت في الثورة الصناعية منذ القرن التاسع عشر. لكن الإحصاءات أيضا تقول بأن أكثر الدول المضارة، أكثر 10 دول مضارة هي دول إفريقية. لذلك سنجد بند مهم جدا في مناقشات وجلسات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كوب 27، وهو الحديث عن الخسائر والتعويض. الدول اللي بتكسب في ثورتها الصناعية وصناعاتها يجب أن تعوض الدول التي تعاني. أرحب بضيفي الكريم العالم الجليل على الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور زينهم السعيد سالم، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة طنطا. دكتور أهلا بحضرتك، تشرفنا دكتور. دكتور، عايزين سريعا كده نتكلم عن نشأة مؤتمر المناخ وتطوره حتى وصلنا إلى اتفاق باريس للمناخ، والذي وضع الحيز التنفيذي بالنسبة للتعامل مع قضية المناخ على كوكب الأرض، وهو أن الدول الصناعية أو الدول الغنية تشارك ب100 مليار سنويا، ولكن لم يوفوا حتى الآن. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للدعوة الكريمة. تفضل. وأهلا بالسادة المشاهدين. مؤتمر المناخ هو عبارة عن تجمع لدول تصل إلى 197 دولة، أكثر من 190 دولة. هذه الدول تجتمع تحت مظلة الأمم المتحدة. بيحدد مكان انعقاد المؤتمر سنويا في إحدى الدول المهتمة بالتغير المناخي. وبدأ التغير المؤتمر من الفكرة بتاعت المؤتمر بدأت من حوالي 30 سنة، وبدأ يعملوا اتفاقات عديدة جدا، منها اتفاق كيوتو ومنها اتفاق باريس للمساهمة. اتفاق باريس حتى اتفاقية أو مؤتمر باريس حتى اتفاقية إطارية، لأن المساهمة بحوالي 100 مليار دولار للحد من تأثير التغيرات المناخية، أو إعانة الدول على الأقل الدول الفقيرة والنامية على التغلب على الآثار السلبية للتغيرات المناخية. جت مؤتمر جالاكسو في يحاول عمل زي توزيع لهذا الفند أو لهذه الميزانيات. المؤتمر إن شاء الله اللي عقد في مصر تحت رعاية الدولة المصرية ورعاية سيادة الرئيس، المفروض أنه هو هيحط خطة للتنفيذ. وهذا هو الغرض الأساسي من مؤتمر شرم الشيخ، التكيف والتخفيف وتعويض الخسائر. تمام حضرتك. هو هيحط خطة، وضعت الخطة في خطط كلها فيما سبق
مؤتمر شرم الشيخ الشعار بتاعه جاء وقت التنفيذ كل ما سبق من اتفاقيات، بدءا من اتفاق كيوتو انتهاء بما حدث في جالاكسو في العام الماضي. نعم. طيب يعني عايزين نتكلم ببساطة شديدة أن رأس مال كوكب الأرض هو في العناصر الطبيعية، سواء في البحار، الأسماك، غذاء الإنسان الذي كرمه الحق سبحانه وتعالى. بالنسبة لي المعادن هي الثروة اللي بتقوم عليها حضارة البشر، وبالنسبة لي الهواء سر الحياة. كل هذه الأمور يعني نقدر نقول تم الحيف عليها أو تم الجور عليها من دول تكسبت وكسبت من وراء هذا، ودول تدفع الثمن. كيف نحقق التوازن والتعادل بين الدول التي كسبت والدول المتضررة؟ من بدايات القرن ال18 وبداية الثورة الصناعية في الدول الصناعية الكبرى في أوروبا بدءا، ثم أمريكا، ثم لحقت بهم اليابان، ثم روسيا، ثم الصين. نعم. كل هذه الدول استهلكت، اعتمدت أساسا على الوقود الأحفوري، هو البترول والغاز، في النهضة الصناعية الكبيرة اللي حدثت في الدول المتقدمة دي. صحيح أن هذه النهضة الصناعية الكبيرة نقلت العالم نقلة تكنولوجية رهيبة جدا لمستوى عالي جدا من التكنولوجيا في التعامل مع عناصر البيئة اللي موجود، إلى أنها كان لها آثار سلبية. هذه الآثار السلبية كانت آثار عالية التأثير جدا في المناخ العالمي بتاع الكرة الأرضية كلها. أبرزها اتساع ثقب الأوزون وبداية كثير من الأشياء هو الأساس فيها أن هذه الغازات الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري والفحم وخلافه اللي استخدمت بكثرة في 150 سنة اللي فاتوا، وخصوصا بدءا من القرن ال19، هي أساسا قائمة على حرق هذه الوقود الأحفوري من بما فيه من كربون، فبيتولد غاز ثاني أكسيد الكربون، بيتولد غازات النيتروجين، بيتولد غازات أخرى كثيرة. هذه الغازات بتتصاعد إلى الغلاف الجوي فتعمل احتباس حراري، تعمل احتباس حراري ويؤثر بعض هذه الغازات في ثقب الأوزون. الاحتباس الحراري بيعني أن الطاقة الشمسية هو عبارة عن توازن ما بين الطاقة الشمسية اللي بتسقط من الشمس على سطح الأرض، ثم تنعكس مرة أخرى من الأرض إلى الغلاف الجوي فيما بعد. إذا احتبست هذه الطاقة الحرارية ترفع درجة حرارة الجو. فرفع درجة حرارة الجو ده يؤثر تأثيرا سلبيا في كل عناصر الحياة اللي موجودة على سطح الكرة الأرضية. لأن هو الكرة الأرضية عبارة عن نموذج سيستم للحياة واحد، إذا اختل في مكان بيختل في كل الأماكن. إذا اختل في مكان بيختل. والكرة الأرضية عبارة عن يابسة، ثم بحار ومحيطات، ثم غلاف جو. تمام حضرتك؟ فاليابسة والبحار والمحيطات والغلاف الجوي يتأثروا تأثيرا سلبيا بارتفاع أقل قدر من الارتفاع في درجات الحرارة. للأسف الشديد في خلال الفترة اللي فاتت ارتفعت درجة حرارة الغلاف الجوي بسطح الأرض بمعدل 1.1 درجة مئوية، بتتفاوت من مكان إلى آخر، بس هي المتوسط هي 1.1 درجة مئوية. طيب هذه الزيادة كيف أثرت على عناصر الحياة على الكوكب؟ تمام حضرتك. 1.1 درجة مئوية دي هو محتمل إنها لو استمر هذا النمط من الاستهلاك بتاع الوقود الأحفوري وخلافه، لو استمر على هذا الوضع من الممكن أن تزيد إلى 2.5 في بعض النماذج الرياضية وصلتها إلى 4 درجات، وهذا مخيف جدا بالنسبة لمستقبل الكرة الأرضية. ماذا سيحدث يا دكتور زينهم لو استمر العالم والدول الصناعية في هذا المضمار ووصلنا إلى زيادة 4 درجات؟ يعني في ناس أو في خبراء بيقولوا إنه في كائنات هتموت، وفي زراعات لن نجدها ستختفي. اشرح لحضرتك لو وصلنا إلى هذه النقطة كرسالة تحذيرية من عالم جليل زي حضرتك. هو حضرتك احنا نبدأ من النقطة اللي احنا فيها حاليا. فضل. اللي هو الزيادة 1.1 درجة مئوية.
والعالم كله ومؤتمر المناخ كل الإجراءات اللي بتاخدها الأمم المتحدة والدول داخليا والدول فيما بينها وبعضها عايزين إن درجات الزيادة دي ما توصلش لأزيد من 1.5 درجة مئوية، لأن في الوقت الحالي حصل إذابة في الثليج الموجود في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. أماكن كثيرة جدا انكشف عنها الثلج وفي شمالا وجنوبا، وده أدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات، وأدت إلى تأثير على كل ما هو على الشواطئ. فبتؤدي إلى يعني من المحتمل أن تختفي أماكن موجودة على الشاطئ. مثلا نيجي النموذج بتاعنا في مصر، وهي عبارة عن البيئة الدلتوية اللي موجودة عندنا في مصر، اللي فعليا الفترة اللي فاتت احنا لاحظنا ان أجزاء كثيرة جدا من الشاطئ المصري بتاع الدلتا أصبحت جزء من البحر حاليا، والإشارات بتاعتها موجودة في مكان زي بلطيم أو أماكن مختلفة. لو زاد مستوى سطح البحر عن الوضع الحالي هيبقى الدلتا فيها أضرار تحت سطحية وسطحية. تمام. وهنبدأ الأضرار من عند بحيرة البردويل وانتهاء بالإسكندرية، لأن جزء كبير جدا هيغمره مياه البحر. بالتالي والأماكن دي كلها أماكن يعني أماكن اقتصاديا قائمة، فيها اقتصاد قائم، في سياحيا فيها اقتصاد قائم. بالنسبة للتواجد البشري فيها كثافة من السكان. كل ده هيضطر بالتدريج انه يرحل عن المكان، وتضطر الدولة ان هي تلاقي اماكن اخرى لاستيطان المجموعات البشرية النازحة من اماكن عمها او اثر عليها ارتفاع مستوى سطح البحر. يعني انا عايز اذكر لحضرتك بعض الارقام، انه 4000 حالة وفاة في افريقيا بسبب التغيرات المناخية. نعم. والمناخ أيضا وتغيرات المناخ أثرت على 19 مليون شخص منذ بداية 2021. يعني خلال ال 11 شهر اللي احنا بنتكلم عنها 19 مليون مواطن وشخص أكيد في الدول الفقيرة أو الدول النامية تأثروا بهذا الأمر. 22 ما هو منذ منذ بداية 2022. تمام. لا 22. إذن هذا أيضا مؤشر خطر جدا، ويعطي رسائل شديدة وخطوط حمراء للمجتمعين اليوم في أول يوم لكوب 27 في شرم الشيخ، وعلى مدى 12 يوما حتى يوم 18 نوفمبر. حضرتك تتوقع وحضرتك قريب، علم حضرتك الجيولوجيا هو مرتبط بعلم الأرض والصخور. نعم. والجبال والبحار وهذه الأمور كلها. تتوقع إن شاء الله هذا المؤتمر كما يأمل أو كما تأمل القيادة المصرية، تتوقع إن شاء الله نتائج إيجابية؟ هو نقطة الانطلاق إن شاء الله من المؤتمر، القيادة المصرية والقائمين على المؤتمر بيحاولوا ان هم ينتقلوا زي ما قلت حضرتك قبل كده من مرحله الاعداد الاتفاقيات وغيره الى مراحل التنفيذ على ارض الواقع بعد المناقشات اللي بتتم في الدول خاصه في الدول الناميه والدول الافريقيه على وجه الخصوص. لان ما لاحظناه في باكستان وما لاحظناه في السودان وما لاحظناه من زياده الجفاف في كثير من الاماكن في افريقيا يحتاج فعلا الى خطوات ايجابيه للتنفيذ. نعم. والخطوات الايجابيه للتنفيذ ديت على كذا محور. المحور الاولاني ان هو ازاي تتلافى الاثار السلبيه للتغير المناخي، للجفاف ونقصان الموارد المائيه والسيول وخلافه. استاذنك يا دكتور، سنكمل حوارك الجميل، لكن بعد الانتقال الى كلمه اللي خدناها طيب الجلسه الاجرائيه. هناخد الان كلمه السيد سامح شكري وزير الخارجيه المصري، والذي تم اختياره رئيسا لهذا المؤتمر. نتابع جزء من كلمته حضرتك، لأنه اتكلم أيضا عن معظم النقاط اللي بنتكلم فيها. نتابع. السيدات والسادة، إن مؤتمرنا الذي يبدأ أعماله اليوم هو 27
في مسيرة بدأناها معا منذ نحو 30 عاما، وهي عمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. مسيرة متصلة أثبتت جدواها وأهميتها عاما بعد عام. استطعنا خلالها أن نصبح أكثر إدراكا للخطر الذي يهددنا، وأكثر وعيا بما كشفه لنا العلم من حقيقة وتبعات هذا الخطر، وأكثر اقتناعا بما يتعين علينا القيام به من إجراءات لدرء والتغلب عليه اليوم قبل غد. إن مصر عازمة على مواصلة هذه المسيرة هنا في شرم الشيخ، لنجعل من مؤتمرنا هذا نقطة فارقة وعلامة مميزة على طريق طويل لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل لنضمن وصوله إلى وجهته النهائية، ولنجدد العهد ونرفع الطموح وننتقل بجدية نحو التنفيذ وتعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف من خلال التعامل الفعال مع أكبر تحدي يواجهه البشرية في الوقت الحالي. إن كافة الشواهد تؤكد لنا بغير شك ولا جدال إن تغير المناخ قد أصبح خطرا واقعا يهدد حياة البشر في كل مكان وبكافة الأشكال. ويؤكد العلم بشكل قاطع إن نمط التنمية الذي سارت عليه البشرية منذ الثورة الصناعية وحتى وقت قريب لم يعد قابلا للاستدامة، وإن الاستمرار على هذا النحو دون تغيير جذري سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة بأكثر مما يتحملها جيلنا. ورغم كافة الأمنيات الطيبة ورغم كافة الجهود المبذولة، تؤكد الدراسات العلمية مرة أخرى من خلال أحدث التقارير الصادرة على مدار العام وفي مقدمتها تقرير اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ، إننا لا نزال نواجه فجوات تتسع بشكل مقلق، سواء فيما يخص الحفاظ على الهدف الحراري لاتفاق باريس أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، أو توفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا الجهد. ولعل ما شاهده على مدار العام من أحداث مؤلمة في باكستان وفي قارتنا الأفريقية وفي أنحاء متفرقة من أوروبا وأمريكا، لعل تلك الأحداث وما خلفته من دمار تمثل عبرة وعظة وصوت نذير يتردد في شتى أنحاء كوكبنا، يدعونا إلى اليقظة والحرص وإلى التحرك العاجل لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وفاء بالتزاماتنا وتنفيذا لتعهداتنا. سيدات والسادة، لا يخفى على أحد منا أن مؤتمرنا هذا العام ينعقد في خضم توترات سياسية تركت آثارها البالغة على دولنا جميعا، ترتب عليها أزمات في امتداد الطاقة والغذاء. وإذا ظن البعض أن هذه التحديات من شأنها تعطيل العمل الجماعي الدولي لمكافحة تغير المناخ، فإنه من المحتم علينا جميعا هنا في شرم الشيخ أن نثبت عكس ذلك. لذا فإنني أدعوكم جميعا لأن نؤكد للعالم أننا ندرك حجم التحدي وأننا نمتلك الإرادة السياسية للتصدي له. أهلا بكم. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل وجزء من كلمة السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس هذه الدورة الجديدة والمؤتمر الجديد بعد استلام رئاسة المؤتمر من ألوك شرما رئيس الدورة السادسة والعشرين بالمؤتمر. أستاذ دكتور زينهم السعيد سالم، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة طنطا، وأمامي رقم مخيف أيضا. يعني كل الفعاليات السابقة أسفرت عن 4000 مشروع إقليمي على مستوى العالم. 4000، كل دولة بتشارك حسب ظروفها وحسب تأثرها البيئي وتغير المناخ، وسيتم عرض منها 60 خلال هذه الدورة حسب احتياجات العالم وحسب ظروف العالم.
ماذا تتوقع أولويات عرض المشروعات 60؟ هو حضرتك أولويات العرض هي بدءا من التأثيرات السلبية. لا بد من البحث واستعمال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. هناك مصادر كثيرة للطاقة الجديدة والمتجددة بخلاف الوقود الأحفوري، وهو الطاقة الشمسية مثلا، الطاقة الحرارية التحت أرضية، عندنا الطاقة المتولدة من الرياح، أنواع كثيرة جدا من الطاقة من الألواح الشمسية. وإحنا عندنا المثال اللي موجود عندنا، اللي موجود محطة الطاقة الشمسية اللي موجودة في أسوان. لابد من إحداث بدائل وإحلال مصادر الطاقة القديمة بمصادر الطاقة الحديثة، وخاصة في وسائل المواصلات والمصانع وخلافه. المشاريع اللي بعد كده مشاريع هي مشاريع التكيف مع الوضع الحالي، التأمين الغذاء بالنسبة للبحث في التكيف بالنسبة للموارد الزراعية ومصادر الزراعة اللي موجودة، بحيث ان التغير المناخ ده بيعمل إحداث في التنوع البيولوجي اللي موجود، فيعمل إحداث بعض المشاكل والتملح في بعض أنواع التربة. فكل هذا ينعكس انعكاس مباشر على مصادر الغذاء اللي موجودة. لذا يجب أن العمل في مجال الزراعة بحيث نتكيف مع الأوضاع الجديدة ونحدث نقلة جديدة فيما يخص إذا حصل فيه تغير مناخي حاد أكثر من الوضع اللي موجود حاليا. نعم. النهاردة ممثلين من 100 أو ممثلين ل 197 دولة وأكثر من 3000 وسيلة إعلام بتغطي هذا الحدث. أكيد كل الأنظار متجهة نحو مصر ونحو استضافة هذه القمة وهذا المؤتمر كوب 27. طيب، عايزين ندخل مباشرة إلى دوركم، دور العلماء ودور الجامعات المصرية ودور مراكز البحث. كيف ستساهم بخبرتها وآرائها في تنفيذ استراتيجية مصر نحو الإصلاح المناخي؟ نعم، هو الجامعة الحقيقة المفروض أن هي تبقى رأس الحربة للدولة في التغلب والتكيف مع التغيرات المناخية. نعم. لأن الجامعة بتعتبر مجتمع في كل المقومات اللي تنشر الوعي على الأقل ما بين المواطنين. احنا عندنا وأيضا لديكم القدرة على الحلول. نعم على الحلول إن شاء الله. نعم. هو احنا عندنا يعني ملايين الطلبة موجود في كل الجامعات المصرية. ثقافة التعامل مع التغيرات المناخية يجب أن تحدثها الجامعة مع هذا الكم الهائل من الطلبة اللي بالتالي ان هم هينشروها في المجتمع. بعد كده احنا عندنا من وسائل البحث والتوصيف المشاكل في كل المجالات، في مجالات الزراعة ومجالات الخاصة بالطاقة، المجالات الخاصة بالبحث عن المعادن، كل المجالات دي كلها موجود عندنا الكثير من العلماء في هذا الشأن. ويجب أن تتوجه الجامعات في هذا الاتجاه، ان هو تكون الابحاث الجيولوجيه او الابحاث في مجال الهندسه او في مجال الزراعه او في اي من المجالات، او حتى في مجال ما يخص بالاقتصاد اللي هو بتذهب الى اتجاه الاستدامه والبحث عن الحلول للتغيرات المناخيه. فمثلا في مجال الجيولوجيا مثلا المفترض ان تتوجه الجامعات المصريه في مجال الجيولوجيا للبحث عن معادن زي الليثيوم. معدن الليثيوم ده موجود في الصخور، والليثيوم ده بيستخدم في تصنيع البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربية. فلو ان احنا بحثنا عن الليثيوم وجدناه بكميات مناسبة ممكن ندخله نوطن صناعة بطاريات السيارات الكهربية ونوطن صناعة السيارات الكهربية. الجزء الأهم في صناعة السيارات الكهربية هو الخام نفسه. نعم. تمام. واحنا عندنا الصحاري المصرية كثيرة جدا، والجبال المصرية أعتقد أن هي غنية
بالمعادن. فلو وجهنا في هذا الاتجاه عنصر زي الكبر مثلا اللي هو النحاس، وعنصر زي الليثيوم، هنوطن صناعة البطاريات الكهربية أو السيارات الكهربية في مصر. اللي بالنسبة لي وده توجه الرئيس السيسي وجه به المسؤولين في المستويات الأعلى. نعم. يعني هو بيطالب بتوطين صناعة السيارات الكهربية وصناعات أخرى. بالظبط. تمام. اتفضل حضرتك. اللي هو يعني حضرتك جزء كبير من المشاكل اللي موجودة في التغير المناخي تلقى على عاتق أيضا وسائل المواصلات. نعم. لأن هي موجودة بكثافة شديدة جدا في كل دول العالم، وخاصة دول العالم النامي بيستخدموا ما زال معظم دول العالم النامي بتستخدم الوقود الأحفوري في تشغيل السيارات. لو تم الاستبدال جزء من المشكلة هيتم التغلب عليه، وعلى الأقل هنتغلب على تلوث الهواء اللي موجود في دول العالم النامي. طيب اتفضل يا دكتور كمل عشان ادخل مع حضرتك. بالنسبه لي ما يخص الزراعه، عندنا كليات زراعه، اقسام كليات الزراعه اللي موجوده في مصر وعيده جدا. يجب ان هي اكيد بتتجه الى هذا الاتجاه، ويجب ان تكثف من البحث العلمي في ايجاد حلول عند التغير المناخي. ايجاد حلول عند زياده ملوحه التربه، ايجاد حلول عند ندره المياه وهكذا. يجب الاتجاه ايضا نحو نتيجة لندرة المياه، لأن احنا في أماكن التغير المناخي فيها ستكون أكثر قاحلة أكثر بما كانت. نعم. يعني مصادر المياه هتبقى محدودة جدا أكثر مما كانت. فلازم نروح في اتجاه وجود إحداث تكنولوجيا أو ابتكار تكنولوجيا رخيصة الثمن لتحلية المياه. وعندنا البحار والمحيطات البحار بتلف بمصر من آلاف الكيلومترات، فممكن احنا نستخدمها في تحلية المياه وأمور كثيرة جدا، أمور تنقية الهواء والمصانع وخلافه في تنقية الغازات المتصاعدة من المصانع. نعم. نعم. تمام. استاذن حضرتك يا دكتور ناخد مداخله من السيد الدكتور شاكر ابو المعاطي رئيس قسم الارصاد بمعمل المناخ. دكتور شاكر ابو المعاطي برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. حضرتك كيف تنظر الى هذا الحدث العظيم اللي مصر بتستضيف فيه كل قاده العالم وكل المهتمين بالحفاظ على مناخ هذا الكوكب؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا في عرس كبير جدا، عرس اسمه قمة المناخ اللي بنقول عليها قمة التنفيذ، وطموحات القارة والدول المتأثرة متعلقة بهذه القمة. شايفين التداعيات والآثار على كل بيت على مستوى العالم، وبالتالي الامال متعلقة بهذه القمة ان يبقى فيه تنفيذ فعلا من الدول التي أثرت في المناخ وأحدثت تلفيات كثيرة في المناخ، وبالتالي كل مواطني العالم المتأثرين ينظروا إلى هذه القمة بشغف، وتكون قمة تنفيذ وتمويل مادي ومعنوي وتوفير التقنيات الحديثة للتكيف مع هذه الظاهرة. يعني احنا عندنا محاور بارزة في الدورة أو المؤتمر 27، وهو التكيف ومسألة أيضا تعويض الخسائر للدول النامية والدول الفقيرة المتضررة بشكل أساسي من الدول اللي أثرت وأدت إلى تغيرات مناخية على مستوى الكوكب، كوكب الأرض. كيف تتوقع حضرتك، هل سيتم تفعيل اتفاق باريس اللي كان الدول الكبيرة والغنية تعهدت ب100 مليار دولار سنويا من أجل مواجهة التغيرات المناخية ومعالجتها والوصول إلى اتفاق دولي للحفاظ على كوكب الأرض؟ أولا خلينا نطرح السؤال بطريقة أخرى، ماذا لو لم يتم الاتفاق؟ إيه اللي هيحصل؟ الحرارة هترتفع إلى أكثر من 2 درجة مئوية، وتكون الآثار أكثر والتداعيات أكثر على كافة دول العالم وليست الدول المتأثرة، الدول النامية فقط. نعم. فبالتالي من صالح الكل أن يتم اتفاق والتزام
بما تم الاتفاق عليه في باريس وجالاكسو. فبالتالي مفيش مفر ان الدول دي تتفق وتلتزم بتعهداتها بدفع ال 100 مليار دولار في الصندوق الاخضر للتكيف مع ظاهره التغير في المناخ. نعم. طيب يعني العالم شعر بخطر ورأى الخطر يتهدد دول العالم عندما تأثرت سلسلة مهمة جدا من سلسلة الغذاء، وهي القمح الذي يصل لدول العالم المختلفة ومنها مصر بعد نشوب الصراع الأوكراني الروسي. هل حضرتك تتوقع بأنه العلماء والخبراء سيبحثون عن بدائل حتى لا تحدث هذه الأزمة مرة أخرى؟ أولا الخبراء والمتخصصين شغالين ان هم يوفروا أصناف وهبن عالية الإنتاج تحت ظروف الإجهادات البيئية المختلفة. الخبراء والعلماء بيدوروا على محاصيل غير شرهة للمياه وغير مستنزفة للمياه. كل ده أساليب الدولة المصرية شغالة عليها من بدري، وحاطة امام خططها المستقبلية ان يبقى عندنا اصناف وهجن تقاوم الاجهادات البيئية والحرارية والملحية. نعم. طيب مصر يعني اعطت مثال عملي اليوم للدول الحاضرة في هذا المؤتمر كوب 27 من خلال الخطوات اللي بتتخذها، الخطوات الجادة الحثيثة للحفاظ على البيئة والاقتصاد الأخضر والوقود النظيف وغيره. كيف تنظر إلى هذه الخطوات التي اتخذتها مصر؟ طبعا النهارده لو انت بصيت لمدينة شرم الشيخ واستضافتها للقمة وهي مدينة خضراء، دي حاجة مشرفة جدا ومثال تقدر معظم الدول حتى المتقدمة تطبقه عندها، وتشوف ان مدينة شرم الشيخ شغالة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالي ده نموذج عملي تقدر الدول تحث وحاذو وتطبقه. فبالتالي احنا امام نموذج حي وموجود تقدر تستفيد منه معظم دول العالم. أنا قدمت حضرتك يا دكتور شاكر أبو المعاطي بأنك رئيس قسم الأرصاد بمعمل المناخ. أنا محتاج توضيح للمسمى. لا، أنا أستاذ المناخ فقط، رئيس قسم سابق، أستاذ المناخ بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي. أستاذ المناخ، شكرا لحضرتك دكتور شاكر أبو المعاطي رئيس أو أستاذ المناخ. شكرا جزيلا لحضرتك. واستأذن ضيفي الكريم الأستاذ دكتور زينهم السعيد ان احنا نضم ونعود مباشرة الى جلسات المؤتمر للمتابعة. نتابع.